تاني فكرة معانا الصبانة وثلاث توك كده، هنعمل بيهم ايه؟ هنا هنعرف مع بعض. عشان الصابونة ما تلبش معاكي خالص، تفضل زي ما هي. ادي هنا معانا التوكة اهي، ادي التوكة، ودي التانية اهي، هنا التالتة اهي، بصي كده اهي. هنحط عليها الصابونة اهي، الصابونة ناشفة زي ما هي، والصابونة هتفضل نظيفة معاكي، والصابونة هتفضل معاكي عمر طويل اهي كده. عمرها ما هتبيش معاكي وعمرها ما هتلين، احتمليها. الفكرة اللي معانا اللي بعد كده، هنا معانا البلانشة. بصي ما بعرفش اعمل منها حاجة على طول ومش مظبوطة، دايما بتزهق على طول مش مظبوطة. فاحلى فكرة ليها ان انا بفرش فوطة تحتيها كده، وبقطع عليها اي حاجة انت عايزاها. بصي لو عملت ايه ما بتتحركش كده. افضل طريقة ان انتي تقطعي براحتك، وايدك ما تعور السكينة ما تعورش ايدك. افضل طريقة لتنظيف البلانشة الخشب دي ما بينفعش نحطها في المية، لو حطيتيها في المية بتفكوا كلها من بعضيها. فالافضل طريقة ان هي ما بتتغسلش. معانا هنا معانا ليمونة، نص ليمونة، ومعانا كربوناتو، ومعانا حوالي معلقة ليمون، معلقة ملح، اسفة. بصي كده الليمونة هحطها كده، ادي الليمونة، وهرش الكربوناتو كده عليها. بصي هتنضف لك وهتعقمها لك، هتعقمها. هنا معايا حوالي معلقة ملح كده اهو. اهي هشرب بقى الليمونه كده. بصي الفوران اللي شايفاه بصي هتنضفلك دي افضل من ان انت بتغسليها وهتبوظ منك. لو انت غسلتيها دي باظت منك. فهمسك دي كده اهي. بصي الفوران اللي في البلانشة، بصي دي افضل طريقه ان انت تغسلي بيها تنضفي بيها البلانشة اهي. اهي طلع لك كل الروايح بصي خليلك ريحه البلانش كانها ريحتها حلوه وكانها لسه جديده اهي كده. انا عملتها كلها، اسيبها بس كده حوالي 5 دقايق. بعد كده همسحها، ما ينفعش اغسلها، همسحها بفوطه او باي حاجه. هرجع لكم تاني. هنا كده خلاص، كده همسحها كده، هنضفها من كل بالمناديل المطبخ اهي. هتلمي له كل الحاجات دي، نضفها لي كلها كده اهي. ممكن نحط خل، يعني ممكن نحط كربونات وخل، بس الليمون افضل. الليمون اهو، ونضفها لكم. ده بس لونها بعد ما نضفناها بقت عامله ازاي، كانها بتلمع، كانها لسه جديده. ونضفناها من غير اي حاجه كده، من غير ما اي
مية دخلت لها عشان المية هتبوظها. كده بنحافظ على البلانشة عمر طويل، وكده بتفضل نظيفة ومعقمة بالليمون والكربوناتو والملح. فأتمنى تكون عجبتكم الفكرة. وداع لتسليك الحوض. الحوض عندك دايما بيسد من بواقي الأكل، أو ما عنديش مصفاية في النص هنا، المصفاية اللي بتبقى هنا دي ما عنديش أنا، أو كده معايا مصفى بلاستيك عادية خالص، هنا بحطها انا بصب المواعين، بيبقى فيها بواقي اكل، بنضف خضار، بنضف اي نوع خضار، اي نوع اكل، او كل اللي يخطر على كله بينزل في المصفى هنا، بتفضل المصفى نظيفة. حتى اليايسون الصغير الحاجات دي، بصي حتى لو فيها، بصي شايفة الحوض زي، لكن لو كان محطنش المصفى دي كله بيتركم بقى في الماسورة بتاعت الحوض، ودايما كل شوية عايزين نسلك الحوض، عايزين نسلك الحوض. لكن دي اعتمديها، دي افضل فكرة